ممكن النهارده موظف يبقى شغال HR احوله سيلز. مع الاي اي it will impact الكونستراكشن مثلا ولا الكومباني سيكتور بتاعه. انا ببقى قاعد مع حد بكلمه تك 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 تك. ايه يا عم انت حضرتك بتعمل مثلاً. ايه؟ بتكتبي ايه؟ ويعني مش شايف، وايديها ما شاء الله وضوافرها قد كده. طب ازاي انت حتى بتختاري الحرف وما بتعيديش تاني وتكنسلي تك 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 بعتت الرساله؟ ايه ده؟ زي ما قلت لي في الاول دي انا HR انا لو مش ايجابي او جالي احباط، انا الاداره الوحيده، انا هيومن كابيتال. الناس دي ما بتشتغلش بايديها، الناس دي بتمانج، يعني ديليجيت واقعد في البيت. ديليجيت واقعد في البيت. ايوه انا ابن الشركه، انا بقالي 10 سنين معاك ورايح تجيب واحد يبقى مدير عليا. طب انا هعمل لك ايه؟ ما انت معلمتش. كارير كافيه بودكاست برعاية سكاتش. تقدروا تسمعونا على أنغامي وتشوفونا على اليوتيوب. أهلا بكم في حلقة جديدة من كارير كافيه بودكاست. ضيفنا اليوم مدرسة في الاتش ار. فحقيقة يعني هتسمعوا من عمر ريحان اللي هو هيومن كابيتال دايركتور في الحازة كونستراكشن، انستراكتور، كونسلتنت برضو في الاتش ار. هنسمع منه ازاي اتطورت الميدان بتاع الاتش ار من اللي كان بيرسونال لحد انه دلوقتي نقول نتكلم على people and growth ولا people and culture human capital. هنتكلم عن اهميه الليدرشيب وازاي تكون الريل ليدر واهميته في انك تكون الفريق بتاعك، وازاي الانفستمنت في الناس في الشركه يحقق لك مرابح. اهلا بيك يا عمرو. اهلا بيكي. اهلا ازيك؟ بيكي ريم. الحمد لله. اهلا بيك في عندنا في كارير كافي بودكاست. اهلا بيكي، انا متشرف بيكم. المسافه السكه كانت صفرة من التجمع المعادي بقى، مع انها المفروض مش كبيره، المفروض انها مش كبيره، بس الزحمه والرش اور بتاعه الخروج من الشغل بتاعه الناس. هنرجعك بالاسئله لميدان الشغل. أوكي. بس عارفه اللي انت باشنت وتحب اكيد تحب العالم بتاع الاتش ار والهيومن كابيتال. فخلينا في حاجه انترستنج على التايتل بتاعك اللي هو هيومن كابيتال. اوكي. هيومن كابيتال دايركتور، يعني ايه هيومن كابيتال؟ يعني ايه هيومن كابيتال؟ التطور الطبيعي بتاع الموارد البشريه. الموارد البشريه بدات بيرسونال، كانت مجرد موظف قاعد بيستلم اجازات، بيعمل ملفات العاملين، تأمينات اجتماعية، الاهتمامات الأساسية، أجازات، ينظم الأجازات، ينظم دخول الموظفين، يتابع وقت دخولهم وقت خروجهم. فده كان شؤون عاملين أو بنسميها البيرسونال. بعد كده ظهر الحاجة إن في الموظفين دول لازم نعملهم عمليات تدريبية، وبالتالي بدأ التدريب يدخل، بدأ في ناس تهتم إنها تقابل الشخصيات دي قبل ما تشتغل في الشركات. من هنا بدأ يقولوا عندنا human resources. الhuman resources فضلت فترة طويلة بنفس الشكل كده لغاية لما بدأ الحاجة فعلا مع التطور اللي بيحصل إن نلاقي مش مجرد إن أنا أعمل انترفيو وإن أنا أجيب الشخص هو ده، والتريننج والحاجات دي مش هي دي الحاجة المغزى من وجود الهيومن ريسورس. فظهر عندنا ان في دايما انت ممكن تجيبي حد ويقعد معاكي وتصرفي عليه وفي الاخر بيسيبك وبيمشي. طيب في حاجة غلط. طب احنا نعمل ايه؟ بدأت نتكلم في هيومن كابيتال او رأس المال البشري. ليه سموه رأس المال؟ لان انا بانفست فيه. احنا عندنا اي شركة او اي مشروع في الدنيا بيقوم على 3 حاجات. بيقوم على الموارد المادية اللي هي الماتيريالز والاكويبمنت والحاجات دي، والموارد المادية المالية اللي هي الفلوس والكابيتالز، والمورد البشري. فانت النهاردة لو عندك موارد مادية قوية وموارد مالية قوية وعندك مورد بشري ضعيف، هيضيع الاتنين دول. دي رقم 1. تيجي ناس تقولك ليه سميتوه مورد بشري؟ ما هو مورد ده دايما بنقول على الموارد الحاجة اللي هي ممكن في يوم من الأيام تخلص، مش المورد. هتقولي ازاي تخلص؟ انت في عندك ناس كتير، ده الناس مالية البلد، انتوا 120 مليون. فمنين الناس هتخلص؟ دايما بيتعرف قوة العمل، بتعرفيها على انها
الشخص اللي عنده الرغبة والقدرة على العمل. شخص راغب في العمل وما عندوش القدرة ما يبقاش مورد بشري. شخص عنده القدرة انه يشتغل وما عندوش الرغبة بطالة مقنعة. ده طبعا احنا لما بندخل الشركات وبتقعدي تشتغلي في الشركات وبتلاقي ناس زي دي في الشركات لهم حلول طبعا، لان اللي عنده الرغبة وما عندوش القدرة ده شخص محبط، او شخص عايز تريننج، او شخص عايز يشتغل وتقدري تعلميه. والعكس بقى، الشخص اللي عنده القدرة انه يشتغل وفاقد الرغبة في الشغل ده شخص محبط، في حاجة عامله له احباط في المكان. فانت لازم تعرفي ايه الحاجات اللي عنده حل برضه، لازم تلاقي له حل. بتشوفي ايه احباطاته، ممكن متاخر في ترقيه، زميل جه عليه بياخد اكتر منه فلوس، انت فاهمه، بنحللها وبالتالي انت بتقدري تشوفي. فطبعا لما جه بدا يتعمل انفستمنت في المورد البشري، لانه في الاخر هو بيتعمل له ROI، في عائد على التدريب بتاعه. النهارده انا بانفست فيه، بوديه، بصفره، بيطلع يتدرب على آلات، بيطلع يتدرب على معدات، بيطلع يتدرب على طريقة جديدة في الإدارة. ده كله انفستمنت أنا دفعت فيه فلوس، فلازم يجي لي عليه عائد. بدأ أصحاب الأعمال وأصحاب الشركات يعرفوا إن أهم حاجة عنده في المكان هو المورد البشري. المورد البشري هو الحاجة الوحيدة اللي ممكن تنمي لك الموارد المادية والموارد المالية، هو يقدر ينميها. فبدأنا نسميه مورد بشري. في ناس سميته people management، في ناس بتسميه talent management، في people and culture برضو، وفي people and culture. طبعا الكالتشر ظهرت برضو مع جديدة. لا مش جديدة، هي موجودة زمان، كنا بنقول عليها behavior وبنشوف البيهيفير بتاع الناس. بس النهاردة بقيتي انت كشركة او كمكان او كصاحب عمل انت عايزة تعملي كالتشر للمكان بتاعك. يعني احنا في الشركة بتاعتنا انا فوجئت بواحد مثلا من الموظفين بتوعنا هو شاعر شوية، فعاملين رمضان ايفنت بنفطر كلنا مع بعض في رمضان، فطلع قال شعر وقال على شركتنا، وصفها بانها شركة مؤدبة. يعني قال اسم الشركة وشركة مؤدبة، والشعر كله ماشي بنفس الحكاية. طبعا ده ظهر من ايه؟ احنا النهاردة بقى عندنا حاجة اسمها competencies. لما بنيجي نتكلم النهاردة انت عايزة تنقي الناس اللي بتيجي عندك في المكان شبه بعض، تمام؟ احنا طبعا عندنا استراتيجي، واحنا كموارد بشرية او كدايركتورز للموارد البشرية بيبقى عندنا نوعين من الشغل. عندنا استراتيجي رول وفي فانكشن رول. الفانكشن رول معروف من اول بقى المان باور بلان والديزاين، الجوب ديزاين والجوب اناليسيز والجوب ديسكريبشن والتريننج نيدز اناليسيز والاسسمنت وعارفين بالضبط ايه الكواليفيكيشنز وايه الحاجات كل المطلوبه ده كله بنبقى عاملينه. طيب كاستراتيجيك وايز انت هتشتغل ازاي؟ ما هو النهارده احنا بندور على كالتشر معينه. كالتشر ازاي النهارده اخلي نفسي، ودايما انا على فكره كل الشركات اللي اشتغلت فيها في مصر كان دايما ليا هدفين. اول حاجه ان انا بعمل للشركه براندنج واخليها معروفه في السوق. الحاجه التانية لازم اخليه امبلوير اوف تشويس، وما بمشيش الا لما بعمل شغلي. امبلوير اوف تشويس يعني انا النهارده لازم اخلي الناس كلها بالتارجت انها تيجي تشتغل معايا. طب الناس هتارجت تيجي تشتغل معايا ليه؟ بالضبط، ازاي، ايه الوصفه عشان تكون شركتي الامبلوير بالظبط. ليه لازم النهارده يلاقي عندي؟ اولا انا بعمل ماركت سيرفي، بعمل سالري سيرفي، بعمل حاجه اسمها انترنال واكسترنال ايكويتي. لازم تبقى عندي الناس اللي بتشتغل زي بعض، بتاخد نفس المبالغ ونفس الحكايه، ما بفرقش ما بين حد ديانته ايه وحد ديانته ايه، كله بيجي بيشتغل، ما عندناش الكلام ده. تاني حاجه احنا بندور على كالتشر الناس شبه بعض. الناس ما تجيش يبقى في عندي فورين بادي في الوسط، حد غريب، جسم غريب في قلبنا، مش عايزينه. فده هتعمليه ازاي؟ فكان لازم بنعمل حاجه اسمها competencies، والcompetencies دي بتبقى competency matrix. يعني ايه competency matrix؟ ودي طبعا عشان تعمليها لان دي بتساعد في حاجات كتير هذكرها لك دلوقتي. الcompetency matrix
فيها حوالي 3 حاجات. اول كومبتنسي الكور، ودي المهمه بالنسبه لنا. الكور كومبتنسي، الكور كومبتنسي دي احنا بنختار 5 كور كومبتنسيز. لو مش موجوده في الشخص اللي احنا بنعمل له انترفيو، لو واحده منهم مش موجوده بنقول له شكرا. ودي عشان كده بنعمل حاجه اسمها CBI Competency Based Interview. اوكي. فاحنا جينا عملت ايه في الشركه اللي انا فيها حاليا؟ جينا رحنا واخدين يوم كامل في فندق. انت طبعا خلي بالك من حاجه، اي مكان بيبقى جديد وداخل عليه حد بتاع HR، انا مش عارف ليه في مصر عندنا طبعا طالع كلمه الHR الشرير دي. انا والله انا ما صادفتها كلمه متداوله جدا. انا بتضايق منها لان للاسف هي موجوده، وللاسف اللي بيعملوها هم ناس مش فاهمه. يعني ناس مش فاهمه هي داخله تعمل ايه، ومش فاهمه ان هي الوين وين سيتويشن بتاع الناس. فالنهارده انت هو مش فاهم شغله، فبالتالي هو مرمي في حضن صاحب الشغل اكتر ما هو بيراعي مصالح الموظفين. ليه؟ لانه هو ده بتاع يسر. انا دايما لما بروح مكان اقول له لو بتدور على حد بيقول يسر ما تختارنيش. انا ما بشتغلش يسر، انا بدخل اشوف الشركه، اشوف المكان، اعمل جاب اناليسز، بناء عليه بقول لك مشاكلك ايه. طيب المشاكل دي ما بقولكش المشاكل وبسكت، انا بقول المشاكل وازاي هنحل ازاي، هتاخد وقت قد ايه، هعمل ديليفربلز امتى، هتكوست يو قد ايه. واضح. وبشتغل مع نفسي بحاجه اسمها الفور اسز، حاجه كده انا بخترعها لنفسي. اس نمبر 1 الاستراتيجي، بحط الاستراتيجي اللي انا هشتغل بيها عشان احقق اللي انا قلته له. اس نمبر 2 الستافنج، ايه الاكزيست وايه محتاج تعينه. اللي انا اسف. اس نمبر 2 الاستراكشر، الاول برسم الاستراكشر اللي انا هنفذ بيها الاستراتيجي بتاعتي. اس نمبر 3 الستافنج، اللي هو ايه الاكزيست وايه اللي انا محتاج اعينه وهعينه امتى. مش بقول دول انا عايزهم فبكره الصبح موجودين، لا طبعا في ناس هاخدهم. الاس نمبر 4 السيستم اللي انا هشتغل بيه. فطبعا عشان تدخلي مكان جديد الناس كلها بتبقى متخوفه، هو ده بقى اللي جاي يمشينا ويجيب ناس جديده، هو كذا هو كذا. فلازم نعمل حاجه اسمها وين، يعني بتاخدي وين اكشنز مع الناس دي، ان انت تعملي حاجه تستقطبي بيها الناس بسرعه، الناس ما تحسش ان انت جايه ضدهم ابدا. فدخلنا وجيت عملت دعيت مش مؤتمر، يعني ميتنج كبير مع الشركه كلها في فندق، وعملت جبت نماذج للكومبتنسيز اللي احنا عايزينها في الكور. حطيت حوالي 9 كومبتنسيز، وجبنا ترابيزات قعدنا عليها 8 افراد من الشركه. جبنا الشركه كلها يتغدوا الاول واتبسطوا وكل حاجه، وبعدين اقعدوا بقى عشان نشتغل. اديناهم كل واحد مع ظرف فيه الكومبتنسيز مكتوبه ان انجلش وان عربيك، وكل كومبتنسي معناها ايه وايه السب اللي تحتها. وي يا جماعه اقروا مع بعض واختاروا. احنا عايزين نختار 5 competencies من ال9 دول هنبدأ بيهم شغلنا، ودول اللي مفيش حد هيخش الشركة إلا لو احنا متأكدين ان عنده ال5 competencies دول. ممكن تعطينا examples ايه الكومبتنسيز يعني مثلاً؟ طبعا انت دايما بتهتمي ممكن نمبر 1 الديجنيتي، الانر، ان حد يكون طبعا مظهر يهمنا جدا، احنا عايزين مظهر. هي حاجات مور السكيلز مور، يعني اكترها سكيلز شخصيه، يعني من الناحيه الشخصيه. وطبعا في حاجات تكنيكال بس مش في الكور كومبتنسيز بتبقى بتتكلم على الحاجات الاخلاقيه. طبعا ان حد يكون زي ما نقول الفاليوز مثلا، ممكن تكون تيكن ريسبونسابيلتي، ممكن تكون الاونستي، كولابوريشن، كل ده بالظبط. وحطيناها لهم، وبرنامج صغير كده موجود على جوجل، الناس بتختار عليه، كل ترابيزه قاعده بتختار وبيسمع قدامهم على الشاشه. فعمل رانكينج للكومبتنسيز، اخترنا اول 5. وتعمدت اعمل الكلام ده ليه؟ عشان يبقى كل حد ساهم، ما يجيش يقول ده الاتش ار جه وحط لنا الحاجات دي. فالناس اختارت، طبعا ما كانوش يعرفوا ان ده هيرفلكت في البرفورمانس طبعا. فانت النهارده بتاخدي ده
الحاجات اللي هم اختاروها اتحطت عندنا في السي بي اي في الكومبتنسي بيست انترفيو، فاحنا بنتاكد لو في كومبتنسي واحده منهم واقعه الشخص ما بيدخلش، حتى لو هو ايه لو هو يعني عبقري في الشغل بتاعه. بس ده طبقوا في على كل على اي بوزيشن، من المانجيرال بوزيشن كله. للانتري ليفل كله للحاجات للاوفيس اللي مورا بوي مفيش. لكل حد لازم يخش بنفس المورالز مهم. والكومبتنسيز اللي احنا اخترناها. وعملناها دي اول سنه على اساس ان احنا ما نصعبش على الناس موضوع كمان البرفورمانس، لان في البرفورمانس انت بتقيسي ده، بتقيسي الناس دي في الكومبتنسيز دي عامله ايه وكده. وطبعا في شركات بتخش فيها اول مره تعملي بيرفورمانس او عندهم بيرفورمانس، بيبقى الموضوع سبجكتيفيتي في الاول، هو بيحكم على الشخص اللي بيجي يصبح الصبح وبيقعد معاه وممكن يجيب له فطار وهو جاي، وانت فاهمه، فالسبجكتيفيتي عاليه فبيحب ويكره نتيجه للعلاقات. طبعا احنا مش عايزين ده، احنا عايزين نبقى فير انف مع الناس من ناحيه في التكنيكال، في شغله، في التزامه، في علاقاته برضه بزملائه، في كل ده. بس تعطيهم كرايتيريا عشان تعرف كرايتيريا ازاي مش طبعاً. ده صاحبي فاديه الاحسن. بالظبط. وقعدنا عملنا لهم تريننج على الكومبتنسيز دي، وعملنا لهم تريننج على ازاي تقيم البرفورمانس الناس. وازاي يقيم الناس وكده. وطبعا الشركه اللي انا فيها هي شركه هندسيه او شركه انشاءات، فبالنسبه لهم هو يهمهم الاسمنت، انا النهارده كام عمود اتصب وكام سقف، ايه الناس اللي جت ضيع وقتنا دي؟ انا Soft هقعد skills قوي يعني دي. انا هقعد النهارده، انا عندي 300 واحد في الموقع، هقعد النهارده كل واحد املى له ورقتين 3، يعني ده انا خلاص بقى اسيب شغلي واقعد بقى اشتغل انا طول السنه. فاحنا خدناهم واحده واحده، عملناها مرتين في السنه ان اوفيشال عشان ما يبقاش مضغوطين، ومرتين اوفيشال عشان نقيم صح. اتدربوا كويس قوي. السنه اللي بعدها رحنا داخلين بالليفل التاني اوف كومبتنسيز اللي هو الليفل الخاص بالليدرشيب. كل جريد احنا بنشتغل عليه له ليدرشيب بس بليفلز مختلفه، عند الجريد اللي تحت بتبقى ليدرشيبس اقل في الجريد اللي بعده وهكذا. وبدأنا نديهم تريننج وبعدين دخلناها في البرفورمانس. اللي بعد كده اديناهم الكومبتنسيز بتاعه الفانكشن بقى نفسها، انا جاي اشتغل كذا فالمفروض ان في كومبتنسيز خاصه بالوظيفه بتاعتي. كده اكتملت عندنا الكومبتنسي ماتريكس. فالنهارده لما بنيجي نعمل كومبتنسي بيست انترفيو بنقيس فيها كل حاجه من دول، وبالتالي صعب قوي ان انا ادخل حد مختلف عن الكالتشر اللي جوه، بيبقى صعب جدا. ويوم ما بيدخل حد مختلف هو اللي بيمشي. يعني في حاجة قولي، فكرتني اتفضلي. في حاجة كنا نقول فيها قبل ما نصور، هي بداية أوائل البرفورمانس مانجمنت. لو ممكن تعالوا تقول لنا ازاي كانوا الناس في التسعينات مثلا، في التسعينات. ازاي كانوا يقيموا في التسعينات لو انتي النهارده دخلتي على جوجل وكتبتي عايزه evaluation form، كانوا يسموها evaluation form مش performance، هتلاقي ورقه واحده بالظبط فيها حوالي 10 عناصر. واحده حضوره وانصرافه، هل هو ملتزم في الحضور والانصراف؟ لو قلتي اوكي فهو خد الفول مارك. طيب علاقته بزملائه، لا ده راجل حبوب وجميل ما تخاصمش مع حد، ما عملش خناقات مع حد وبتاع، خد الفول مارك بتاعه. طيب الحاجة التالتة مثلا ده بالتعاون، بيتعاون مع زملائه، ما عرفش ايه، كل حاجات سبجكت بعيدة جدا عن الكور بتاع الوظيفة. فممكن تلاقي وسؤالين في الاخر ممكن بيمسوا الوظيفة بتاعته مثلا، وحاجات منهم مثلا تتحكي اللي هو كتير الغياب ولا مش كتير الغياب، بيتمارض ولا مش بيتمارض الكلام ده كله. فهو ده اللي كان بيتقيم عليها. طب فين الكور بيزنس ما بتاعه؟ ممكن واحد يجي للشغل كل يوم ما عملش ولا حاجة، اما علاقته كويسة مع الناس كلها بس هو كده خد الفول مارك، يترقى ويزيد مرتبه وهو ما يعملش ولا حاجة، ومكمل وهو ما عملش حاجة، زيرو. وهو ما عملش حاجة. فطبعا دي كانت فعلا الناس اشتغلت عليها الفترات، يمكن في الألفينات كمان كانت الناس شغالة. والفورم دي على فكرة بيتقيم من عليها الأوفيس بوي وبيقيم عليها رئيس مجلس الإدارة على نفس الفورم، وكلها سبجكتيفيتي طبعا. انا النهارده انت بتيجي كل يوم الصبح تقعدي معايا وجايبه لي معاكي كابوتشينو وقاعدين نتكلم انا وانت سوا وبتاع، لا طبعا كل حاجه عندها 100.
حد تاني بيجي الصبح مكشر ومش عارف ايه، نص نص. وفي بقى حاجات تانية كنت بتلاقي المانجرز لا ده انا شايف فلان هو ما بيشتغلش بس حرام ده عنده عيال وظروفه فول مارك. وحشه، لا فول مارك عشان مرتبه يزيد زياده كويسه. ده كان بيحصل في لغايه الالفينات وهو شغال. لما بدانا نعمل performance management system. وليه بنقول performance management system؟ ايه الفرق بينه وبين performance evaluation؟ performance management system هشبههولك تشبيه بسيط قوي. انا بصورك بكاميرا طول السنه، وباجي في وقت معين اخد لقطه، اثبت الشوت عليكي. اللقطه اللي انا باخدها دي بتقيس اللي فات، ما بتقيسش اللي جاي. دي performance evaluation. يعني performance management system هي فيديو كاميرا عماله بتصورك طول تشوف السنه، كل حاجة يعني. بتشوف ادائك طول السنه وي. لكن باجي في لحظه انا عايز اشوف اقيس اللي فات. ما هو انا ما ينفعش اجي معاكي اول السنه نقعد نسيت الاوبجكتيفز بتاعتك ونحط الكي بي ايز واقول لك يلا ابداي انزلي اشتغلي، واسيبك لاخر السنه واجي قبل اخر السنه بشهر تعالي نقعد سوا انت ما عملتيش حاجه. انت هنا كان المفروض تعملي كذا عملتي منهم 20%، وهنا كان المفروض تعملي كذا عملتي 30%. الله، طب انت سايبني ليه طول السنه؟ ما انا كان المفروض تديني انذار الارم كده تقول لي خلي بالك انت عندك مشكله. ممكن كنت مش فاهمه من الاول ايه اللي كان مطلوب مني بالظبط. فبالتالي ليه عملناها بقى؟ يعني في شركات بتعملها كوارترلي، في شركات بتعملها سيمي انيوال. اخد اللقطه دي اثبت الصوره واخد اللقطه واقول لك تعالي نقعد سوا، تعالي بقى نشوف انت عملتي ايه. بس دي حاجه معناتها نظريا حاجه كويسه، بس لما تشوف عمليا لما تكون مانجر وعندك تيم كبيره معناتها نفهمهم المهندسين بتاعك يقول لك يعني اني اسيب الشغل وعندي 300 حد شغال مع عندي في الاون سايت، فاعمل مثلا اسيب شغلي واعمل الا هالفورمز. فايه ايه البالانس، ايه الميزان عشان ايوه حاجه كويسه بس عمليا ازاي ممكن نطبقها؟ مع التريننج اللي احنا عملناه للمانجرز عندنا وخاصه مثلا مديرين المشاريع، ومع ان احنا كمان كجهات رقابيه موجوده في الهيد كوارتر. احنا عندنا في الهيد كوارتر دايما، او لو في شويه معلش انا هدخل في حته المشاريع الهندسيه. المشاريع الهندسيه بيبقى في حاجه اسمها بلانر. البلانر ده بيبقى عنده البلان بتاعه المشروع، عارف كل جزء هيخلص امتى، الجزء السيفل هيبدا امتى وينتهي بعد شهر كام، الجزء المعماري هيخش امتى وراه، الام اي بي هيخش امتى، في اوفرلاب ما بينهم في الوقت الفلاني، الكلام ده كله. وبيراقب الكوست وبيراقب التايم. فده اوريدي بيقدر يدي الارم لمدير المشروع ان في خلي بالك ان في عندنا تاخيرات كام يوم، في عندنا فلوس ما خدناهاش، في فاريشن اوردرز، في فبقى في جهات رقابيه تانية بتساعد مدير المشروع ان هو يعرف او يبقى عنده انديكيتورز دايما ان في عنده حاجه مش صح. لما جينا الاول كنا عاملينها 4 مرات في السنه، كانت بتستهلك منهم وقت. دلوقتي احنا عملناها سيمي انيوال، مرة في شهر 6 ومرة في شهر 12، عشان يلحق يصحح مساره. ان هو يقدر يقعد مع حد يقول له لا خلي بالك انت كان المفروض تحقق كذا، انت بعيد قوي، الحق ارجع نفسك تاني عشان تلحق على اخر السنة تكون حققت الحاجة اللي انت المطلوبة منك. خاصة ان برضو كمشاريع هندسية ممكن في اوقات معينة ما يبقاش متوفر لها تمويل، بس ممكن على اخر الوقت يكون لحق، يكون خلص اللي كان مطلوب منه في خلال السنة. يعني ممكن في الجزء الأولاني ما يكونش قدر يخلص كل حاجة، لكن على نهاية السنة هو خلص المطلوب منه. فبنعمل ده على أساس إن الناس تبدأ تشتغل صح. لما بتحطي كمان specific KPIs لكل حد فهو عارف هو مطلوب منه ايه. احنا ما بنسيبش الموضوع عايم، لا انت بتحطي له الحاجة specific وميجربل، فخلاص انا اقدر اقيسها كوانتيتيف، ما فيش حاجة ممطوطة. لا ده انت المفروض هتخلص ايه في الوقت الفلاني بكوست قد ايه بس، فخلاص كل حاجة واضحة. اذا هو حقق ده هياخد كام مارك من الفول مارك بتاعه. فبقى الموضوع بقى مور سبيسيفيك. بدأت الناس تتجاوب معانا، بدأت الناس تعرف ان ده لمصلحتها مش ضدها. انا مش جاي اعمل لك ده عشان امشيك، ما هو انا من الاول طب انا جبتك ليه؟
ده غير ان احنا النهارده عشان تعملي وتجيبي الشخص المناسب في المكان المناسب في الوقت المناسب. النهارده كنا زمان او زي ما قلت لك الانترفيو ممكن ما يتعملش كومبتنسي بيست انترفيو. دلوقتي احنا بنعمل حاجه اسمها جوب اناليسيس. الجوب اناليسيس متضمن كل حاجه. الشخص اللي هيجي هيشتغل ايه الاول، مواصفات الشخص ده عشان يقوم بالوظيفه دي، ايه الريكوايرمنتس اللي انت طالباها. بدأنا كمان نزود حاجه اسمها الجوب فاليو على الجوب اناليسيس. النهارده الشخص ده تأثير الوظيفه دي في الشركه ايه. من ناحيه بنحط حاجه اسمها الكومبنسبل فاكتورز. compensable factors يعني ايه compensable factors؟ يعني ايه compensable factors؟ انا النهارده عايز اقيس اهميه الوظيفه دي في الشركه، اللي بناء عليها انا بشوف هي تتحط فين في الجريدنج سكيل. انا عندي سكيل للوظائف، في وظائف الانتري ليفل زي ما انت بتقولي، اوكي، والانتري ليفل في سينيور فيها بالظبط. بس دي كده انت بتتكلمي جريد. انا عندي كمان جوه الجريد في سكيل. يعني ممكن الانتري ليفل ده يبقى عندي تو سكيلز، في عندي فريش جرادز وفي عندي مثلا from 2 to 4 years. فده في الانتري ليفل عندي تو جريدز جواه. فانت النهارده انا عايز اعرف الشخص ده هيدخل على اي جريد. ما هو النهارده مش هينفع اجيب واحد بقاله سنتين شغال معاه سنتين خبره وواحد فريش جراد واقول الاثنين انتري ليفل وده ياخد زي ده. بنعمل ايه؟ بنعمل compensable factors او العناصر دي بنحطها 10 compensable factors بيقيسوا مثلا الوظيفة versus الشهادة بتاعته، education versus experience. فالنهاردة مثلا ممكن يبقى عندي حد مع حد مثلا مع بكالوريوس فريش جراد لسه زيرو experience، لكن عندي حد معاه دبلوم اقل من البكالوريوس لكن معاه 4 years experience، فممكن يخشوا الاثنين على نفس الليفل. تمام. نفس الكلام واحد بكالوريوس معاه 10 سنين خبره وحد MBA بس لسه مخلص MBA، فممكن الاثنين يتحطوا على نفس الليفل. MBA يخش على نفس الليفل بتاع الراجل 10 سنين خبره. فدول كريتيريا اللي معناتها تحطهم على السكيل بتاع كل وظيفه هتعملهم الجريدنج ده بالزبط. والا حاجه حاجه اللي جينيريك اللي على الكومباني كلها دي الجريد بتاعي. ده الجريد اللي هو اللي انا من ساعه ما بعمل الجوب اناليسز ببقى عارف ان التايتل ده بالخبرات دي هو محطوط عندي على اي جريد. وكل جريد مربوط عندي بحاجه اسمها الباي رينج اللي هو المينيمم والميد والماكسيمم والبنفيتس بير جريد. الجريد ده البنفيتس بتاعته بايه؟ ده بياخد عربيه، ده لا ما بياخدش عربيه، ده بياخد الاونس وهكذا بيتحط فيه. بس دي حاجات اللي معناتها مش عارفه لو الواحد معناتها دي حاجات اللي انا كنت عارفاها من الكوربريتس بس بالشركات الكبيره. اوكي. فالحد اي معناتها امتى لو انا مثلا في سكاتش احنا شركه صغيره لسه ستارت اب. اوكي. فامتى واتس ذا سايز اللي بتاع الكومباني اللي من الاحسن ان نبتدي نحط فيهم الجريدز دي لا from day one من الاول. from day one انت المفروض ككمباني انت عندك استراتيجي ومن الاول انت شايفه انت رايحه فين. احنا لما بنحط الفيجن والميشن والفاليوز احنا بنبقى عارفين احنا هنا وعايزين نروح هنا. هنروح هنا في خلال 2 3 5. فمن الاول احنا عارفين ان الستاف بتاعنا احنا شايفين ان احنا هنبقى في الدول العربيه مين ريجن. طيب لكن انا مش هبدا من كل الدول مره واحده، انا هبدا في مكتب مصر الاول. طيب لكن لما اجي احط الهيراركي واحط الاورجانيزيشن ستراكشر بتاعي، لا انا بحط الفول اورجانيزيشن ستراكشر، ما بملهاش في ساعتها، ببقى عارف ان انا هنا. على الاقل عندك البلان بتاعك، عندك الرؤيه، عندك الفيجن، انا شايف انا رايح فين. وبالتالي from day one انا بحط الاوسيس بتاعتي، بشوف الماركت، لازم ادرس الماركت كويس جدا لان الكومبيتيتورز دلوقتي احنا بنعاني يعني سبيشالي شركات الكونستراكشن في مصر دلوقتي لما فتحت السعوديه والمشاريع بتاعت نيوم والدرعيه
انا بدور على competition المهندسين قوي. طبعا انا بدور على المهندسين في مصر. احنا كان مهندس خريج 2018 و2019 اللي كان بياخد 8000 و9000 جنيه النهارده بيتكلم في 22. مش لاقيه، انا مش لاقيه. ما مش لاقيه، ما طلعت السالري ولسه مش لاقيه مش عشان لاقيه. رايح اكتر بتيجي السعوديه تاخده. السعوديه بتاخده. فالنهارده انا ما اقدرش كومبيت مع السعوديه. لو هو النهارده عندي بياخد 10000 جنيه وجت السعوديه اديته 10000 ريال، انت كومبيت في ايه؟ ده بيتكلم في 100,000 جنيه او 110,000 جنيه، انا مش هقدر اديهم له. فبقينا دلوقتي الشركات الكبيره في مصر هم معروفين 5 أو 6 شركات، احنا بقينا بنلعب مع بعض الكراسي الموسيقيه. الستاف ده يبدا الشركه دي عايزاه، ما هي محتاجه، فبتبدا تعمل هيد هانتنج. احنا بدانا نعمل هيد هانتنج للمهندسين الصغيرين. احنا كنا بنقول هيد هانتنج دي بتاع الاكزيكتيف ليفل. اكزيكتيف ليفل. ليه؟ لان النهارده انا بجيب الاكزيكتيف اللي انا عايزه. والاكزيكتيف ده هي طبعا خلي بالك ان برضو في مفاهيم كتيره اتغيرت في الاتش ار. احنا كنا زمان الهيد هانتنج ده بنستعيبه وبنعمله من تحت لتحت. ليه؟ لان ده عيب. زي السرقه، زي تسرق من بالظبط. النهارده لا، خلاص احنا هيد هانتنج، وفي ناس شركات بتعمل هيد هانتنج ومعروفه ان انا هيد هانتر. تمام. الهيد هانتنج بيوفر عليا كتير. انا النهارده بجيب الهيد، والهيد هو بيجيب الناس اللي تحتيه واللي هم اشتغلوا معاه قبل كده وفاهمين دماغه. فانت جايبه حصنه بتنزل تجري في التراك من اول يوم، مش لسه هجيب الراجل ويقعد وبعدين نبدا نعمل انترفيوز للناس اللي هتيجي تشتغل معاه، وبعدين ممكن في خلال ال3 شهور الاولين ما يطلعوش فاهمينه بالضبط لحد ما يفهم ازاي وهو نمشيهم ونجيب غيرهم. وده كله كوست اوف تايم اند ماني. فالهيد هانتنج لا، خلاص معظم الناس دلوقتي شغاله على الهيد هانتنج، بيجي بالستاف بتاعه وهكذا. عايز ارجع الكلمه الحاجه قلتها لما بنيتوا الفاليوز والسيستم بتاع البرفورمانس كل حاجه، فكرتني في كنت شغاله في بروجكت بتاع تشينج مانجمنت. اوكي. فانت اللي تقول فيه really typically the perfect change management project. ثانك يو، شكرا. اللي تبتدي باول حاجه صح. تجمع الشركه، تعمل كوميونيكيشن كبيره، صح. تشاركهم، ما ده فيه empowerment، وتشاركهم في الديسيجن. انت عارف نفسك رايح فيه طبعا. تعمل لهم exercises وحاجات عشان هم يحسوا اللي هم يبنوا في البلان معاك. بالظبط. بعدين تعمل لهم تريننج، صح، عشان ما يستعملوا هالايفالويشنز وكل حاجه. عملت لهم تريننج الناس كلها، وعملت سياسه المراحل اللي مش من الاول تعملهم بيج بانج طبعا يروحوا كلها طبعا. في الاول تحط الكومبيتنسيز، وبعدين تزيد الحاجه الثانيه، وبعدين تزيد الحاجه الثالثه، وفيه السيستم بتاع الكنترول بالظبط اللي انت معناتها الاداره الاتش ار معناتها يميك شور اللي الحاجه تطبق، وتشوف معاهم وتحاول تعلمهم انه في اي حاجه، وبننزل لهم الناس وكل حاجه. وكمان بيبقى مهم قوي لاي حد اتش ار جديد داخل على مكان جديد انه يعمل الكويك وينز. كويك وينز لان كل الناس بتبقى متخوفه. احنا طبيعه البشر ان احنا متخوفين من المجهول. فاي حد جديد جاي علينا احنا قاعدين مستنين الراجل ده هيعمل فينا ايه. جاي بقى عشان يقصقص في المرتبات والبنفيتس اللي احنا بناخدها، ولا جاي في مصلحتنا، ولا جاي عشان يبقى تبع رئيس الشركة، ولا جاي عشان يبقى تبع بيبقى كل الجهات. طب ايه الكويك وينز بتاع الاتش ار؟ كويك وينز اول حاجة لازم اي اتش ار دايركتور مانجر اي حد داخل على مكان جديد لازم تعمل جاب اناليسيس. الجاب اناليسيس ده بيبقى شامل حاجات كتيرة جدا. اهم حاجه تشتغل عليها عشان تكتسب الناس الجابس اللي موجوده في البنفيتس. بس دي حاجه مهمه، عشان في حاجتين مهمين من اللي انت قلتهم. اول حاجه ما تدي النظره اللي ممكن تغيرها اللي الناس الموظفين محتاجين يفهموا الاتش ار بالظبط. ماهوش من جهه الاداره بالظبط. هو هنا شغلانته عشان هم يكونوا مبسوطين وعندهم راحتهم وعندهم كل القدرات وكل الماتيريال عشان يكونوا موافقين في الشغل. صح. دي اول حاجه. ودي زي ما قلت طبعا محتاج تكون المدير بتاع العمل، المدير بتاع الشركه هو موافقك، عشان انت اتش ار مش ممكن تعمل اي حاجه لو ما عندكش السبورت بتاع المانجمنت. طبعا حاجه مهمه قوي وما اسمعهاش دايما، معناتها ريرلي اسمعها، هو الاتش ار اللي يتكلم ارقام. لا ده مهم جدا.
ودي حاجه معناتها مهمه لا، جدا. مهمة معناتها جداً. لسه كنت بقولها دايما، ان واحد من الادفايزرز بتاعي بيقول لي الاتش ار are the most cynical people and the less business oriented people برضه في الكومباني. لا، فدي بحب قوي هالكونتراديكشن اللي لا. اللي تجي وتقول انا بتكلم ارقام. انت اولا رجال الاعمال كلهم مخهم ديجيتال طبعا. رقمي. لو اتكلمتي معاه في حكاوي بيتوه منك في الاخر انت عايز ايه، انت فاهمه؟ وبعدين ما بيصدقش يعني كلميه ارقام يفهمك. خلاص انا بتكلم ارقام، تكلمي ارقام اللي قدامك بيفهمك بسرعه، ياخد قرار بسرعه وخلاص وانتهى الموضوع واشتغلنا بيه. هتتكلمي حاجه تانية لا. وعشان كده دايما والولاد اللي معايا بقى خلاص علمتهم كده. بس زي نحس زي 180 degrees ما بين كنا نتكلموا على الفاليوز وكومبيتنسيز، ودلوقتي نتكلم ارقام. فدي عالم يعني بين طبعا الاثنين. عالم ما بين الاثنين. وخلي بالك ان في الاخر الفاليوز والكومبتنسيز بتترجم ارقام. طبعا انت في الاخر بتترجميها في الاخر الارقام. فانا بشوف انا بالنسبه لي الاتش ار هو ستايل اوف لايف.